بيصرف كل فلوسه على الساعات. أقل ساعة عنده ب3 مليون جنيه، كلهم معمولين من الماس والياقوت. وأكبر شركة للساعات في العالم عملت له واحدة مخصوص، ساعات نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح. هتفاجئك من أسعارها. محمد صلاح قالب الدنيا كلها بعد تتويجه بالحذاء الذهبي ولقب هداف الدوري الإنجليزي. بس عامة ده مش جديد على مو صلاح، هو من زمان لاعب شاطر ودايما بيفاجئنا بجوائزه. بس اللي خلى الناس تتكلم أكتر عنه لما صلاح ظهر من كام يوم خلال احتفالات النادي بساعة قيمتها بتعدي الملايين. الساعة ساعة سويسرية من ماركة ريتشارد ميل RM3001. ميزتها إنها بتشتغل بشكل أوتوماتيك. حسب موقع ريتشارد ميل الساعة مصنوعة من التيتانيوم من الدرجة ال5، وهي عالية المقاومة للتآكل وصلبة، وده بيخلي التروس تشتغل بسلاسة. وكمان محرك الساعة فيه 38 حجر صناعي و55 ساعة احتياط. أما بالنسبة لسعرها فدي المفاجأة، سعر الساعة بيتراوح من 300 ألف دولار يعني 15 مليون جنيه ل 360 ألف دولار يعني 18 مليون جنيه مصري. عامة الساعة دي ما بتجيش حاجة في ساعات صلاح اللي قيمتها أعلى من كده بكتير، منهم الساعة اللي ظهر بيها أثناء توقيعه لعقده الجديد مع النادي ليفربول، ودي برضو من إنتاج شركة ريتشارد ميل السويسرية، ودي سعرها 725 ألف استرليني بالمصري 50 مليون جنيه. الساعة مصنوعة من التيتانيوم عالي الجودة، معنى كده إنها ضد الصدى والتآكل، وبتتميز بتصميمها طبعا العصري والكلاسيكي. ويمكن السبب في ارتفاع سعرها إن مفيش منها غير 70 ساعة بس في العالم، بس بعد كده الشركة أنتجت منها عدد لا محدود. مش بس كده، صلاح كمان عنده ساعة ماركة يوسلاس ناردن فريك لاب مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18. الساعة دي تمنها 50 ألف دولار يعني 2 مليون و500 ألف جنيه. السبب في ارتفاع سعرها إن مفيش منها غير 99 قطعة بس في العالم. وعنده ساعة من أوديمار بيجي رويلوك سعرها 20 ألف دولار يعني مليون جنيه مصري. الساعة دي تم تصميمها خصيصا لصلاح، ولبسها لما تسلم أفضل لاعب إنجليزي من لجنة الكتاب الإنجليزية. وعنده ساعة تانية من نفس الماركة بسعر 148 ألف دولار يعني مليون ونص تقريبا. كمان صلاح اشترى ساعة من ماركة هوبلو بيج بانج، ودي سعرها 67 ألف دولار يعني 4 مليون تقريبا. الساعة دي بقى معمولة من الياقوت الصناعي اللي بيكشف عن كل أجزاء الساعة من كل زاوية علشان تناسب ذوق صلاح. وعنده ساعة أورييرك CT 105 سعرها 57 ألف دولار أو 3 مليون جنيه مصري. الساعة دي بقى من الساعات العملية اللي بيفضلها صلاح. دلوقتي قول لنا أغلى ساعة اشتريتها كانت بكام؟ شاركنا بتعليقك.